صباح الفل يا صباح الجمال على عيونكم. النهارده بقى هنعمل الكاليماري بكل بساطة وبكل سهولة. الناس اللي بتشتكي ان الكفر بتاعها بيقع وبيطلع منها كده بيبقى شكلها مش حلو وبتطلع من غير كفر خالص، انا النهارده هقول لك ازاي تعملي كفر بتاعها ويثبت معاكي وما يقعش خالص ويطلع بالجمال والعظمة والقرمشة دي كلها. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو دعموني بقى بلايك حلو وكومنت جميل كده زيكم، واكتبوا لي كده بقى في الكومنتات عايزين اي وصفة وانا عينيا عشانكم انزلها لكم. يلا بينا نبدأ الوصفة. بصوا الكاليماري مش طازه، يعني جايباه مش فريش، جايباه كده في كيس من السوبر ماركت 400 جرام. هو زي ما هو كده متقطع صوابع ونضيف، انا غسلته وحطيت له ملح وليمون كده وخليته زي الفل. جبت بقى هنا كوبايتين دقيق، قسمت الكوبايتين دقيق دول نصين، بس قبل ما اقسمهم حطيت لهم بهار سمك وكمون وملح. هاجي بقى على النص اللي انا خدته الاولاني ده هنزل كده بالميه واحده واحده. وعايزه بقى العجينه اللي معايا دي عجينه تقيله مش عايزاها خفيفه. هنزل هنا بقى بثلاث فصوص توم مفرومين ناعم خالص، وهقلبهم كده في الخلطه بتاعتي، ودي بقى هتكون التتبيله بتاعت الكاليماري بتاعي. سيبيها بقى ساعه اتنين براحتك، ولو عايزه تشتغلي فيها في ساعتها مفيش اي مشكله. هنسيب بقى الحاجات الحلوه دي كده زي ما قلنا التتبيله الحلوه مع بعض. وهنجيب بقى النص التاني كده من الدقيق، هنزل بمعلقه نشا واديله تقليبه حلوه. وابتدي بقى هنا هاخد كده الكاليماري، مش هشيل منه التتبيله الاولانيه. بصوا انا عايزاها ايه، زي ما هي، يعني عايزه التتبيله دي تطلع كده على الدقيق. وبطراطيف ايدي كده، انا مش بمسك برضو الكاليماري عشان ما تطلعش مني الخلطه الجميله اللي انا عاملاها. الزيت بقى هنا سخن قدامي كده، هنزل بالكاليماري بتاعي كده ياخد وشين. من الوش ده كده لون ذهبي حلو، الوش التاني بس اللقطه دي انا مش عارفه هي اتمسحت مني، حقكم عليا. وهيطلع بقى بالشكل العظمه ده مقرمش والتتبيله روعه وطعمه خطير. والكفر بتاعه ما فكش يا جماعه خالص، زي ما انتم شايفين اهو بحاله والله. ايه رايكم؟ الوصفه سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. ربنا يحسن ما بين ايديكم ما بين ايديا. بقول لكم لو انتم ما كانت تسمعوا القرمشه بتاعته، بجد طعمه جميل. هو هنا كان سخن، انا مش عارفه بقى اقطعه، اخدت القطمه كده وعايزه اقول لكم طعمه فوق الروعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.